مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بلي سي ام. بالطبيعة قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا لايك الفيديو، تشتركوا بالقناة باش توصلكم اخبار تونس لحظة بلحظة. بخصوص ملف هنشير الشعال، أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني بالاحتفاظ بوزير أسبق للفلاحة، وذلك على خلفية الأبحاث المتعلقة بهنشير الشعال بصفاقس. وحسب المعطيات المتوفرة فقد واصل أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني أبحاثهم بخصوص ملف هنشير الشعال، حيث تم اليوم استنطاقه وزير أسبق للفلاحة. وحسب الأخبار المتداولة اللي هو سمير بالطيب وزير الفلاحة، ومديره بديوانه بالوزارة، ومدير عام سابق لديوان الأراضي الدولية، وأعوان وإطارات بالمركب التابع لهنشير الشعال، قبل أن يتقرر الاحتفاظ بهما في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية. ان شاء الله نكون ما طولتش عليكم. الكلمه اللي كان عندكم انتم بالطبيعه لو كان تحبوا تعلقوا في بخصوص الموضوع هذا، وهكا نكون وصلنا الى نهايه الموضوع.